مدرب ديال الرجاء ملي جاو من مصر عطاهم يومين راحه. هذا بغى يسطيني، هذا بغى يحمقني. تلقتيه الهكاك باش يمشي يمرض نفسيا وعاد تجيبو نتايا مهلوك. وخير دليل شنو الفيديو ديال الهدهودي كيهضر مع العملود، قال لي وانا دابا العملود كيقول لي نقدروا نجيبوهم، هو يقول لي حتى لا صعيب. ملي صعيب بقى في الدار. علاش؟ السلام عليكم الاخوان، كيف حالكم؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير. المهم الاخوان، جينا ندويو على الماتش ديال الاهلي اللي صراحه ماتش مخيب للامال. ماتش اللي كيبين لينا على انه حنا راه باقي خاصنا الخدمه، وماتش اللي كيبين لينا على انه الهضره ديال الرئيس راه ما منها حتى وزه. البدراوي راه بقيتي داوي كل رجوله. ما عرفتش انا فين باغيين يوصلوا. الجمهور نهار بغيتو يكون معاكم راه كان معاكم، راه تقاتل على قبلكم تغيروا قوانين وتخيلوا معايا انفصالات الجامعة عن العصبة بسبب الجمهور. يعني الجمهور ديال الرجاء راه دار انجازات هذا العام، هذا شتي غير هذا العام والله حتى دار انجازات، ولكن نتوما اشنو درتو؟ ولا دار هذا الجمهور هذا شنو درتو ليه؟ قلتوا ليه 100 درهم قال لكم انا معاكم، قلتوا ليه يجي انا معاكم، حط انا معاكم في اي حاجه الجمهور راه معاكم. ولكن راه بهذا الاداء هذا اللي شفناه والله ما كنت باغي ندوي. ثيق بيا راه الجهد راه ما كاينش، الجهد راه خليناه فهمتيني، بقينا كنبحوا. راه حشومه يتزقلوا بحال هذوك البيوت، راه حشومه يتزقلوا، راه ما تزقل تكسل، معروف في قانون كره القدم. وانتم عارفين ان الاهلي عارفين انا رجعتي اللور غتاكل لاصه. مع ذلك وقسما بالله الى هذه النقطه هي اللي كانت خالعاني، ولكن قلت انا راه ما يمكنش، راه غيتعلموا من الماتشات اللي فاتوا مع الاهلي، ولكن ما تعلمتوا والو. والاهلي بقات على نفس اللعب، تغلط تكسل، كتسناك تغلط، يعني ولات عارف انا غنغلطوا. يعني فعلا الرجاء راه ما بقاتش هي الرجاء الرجاء ديال بصح ما بقاتش. فعلا وليتو كضحكوا علينا. لا راه حق راه انتم وليتو مخلصين واكلين شاربين. خويا البدراوي راه دويتي بزاف، راه بانوا لي انا كرارس، جبتي لنا الكرارس اخويا، كرارس بقيتي كتلصق من هنا وتكالي من هنا توصلتي الكارت فينال. وراه الشوها اخويا دينا زادونا عاوتاني ضربونا هنا، راه الشوها هي هادي. حتى لا ربحتي بواحد الزيرو راه باقيين حنا مشوهين. راه لا اله الا الله، راه لاول مره كنتفق مع العماري في داكشي كامل اللي قال باش تطلق ليا لعاب. عباد الله لعاب خرج من الماتش، سالينا مع الاهلي قلتي لهم سيروا ارتاحوا يومين، كيفاش درتي ليها؟ واللعابه ديال الاهلي مع سالاو معانا مشاو دخلوا كونسونطراسيون. شنو زعما كيفاش زعما طلقتي اللعاب باش يسمع الهضره، باش يبقوا عليه بالسبان والمعيور؟ يا الزرق على شنو غيقولوا ليه يا الزرق؟ واش تا قدام بوطوزا قالها يا المكلخ؟ ترى كنت انا والله تنخشي فيها وجهي، يخشي فيها. راه لا حول ولا قوه الا بالله. علاش طالقوا على الهضره الزينه اللي غيسمع؟ نسد على امهم كونسونطراسيون الخدمه، نعرفوا الاخطاء ديالنا فين كاينين. تطالقوا بحال طالق عليه ميسي. ما فهمتش انا المدرب. انت مدرب خصني نحافظ على اللياقه الفكريه واللياقه البدنيه واللياقه النفسيه والما عرفت شنو. نحافظ على اللعابه، ما نخليش يخرج يسمع الهضره تاثر ليه النفسيه ديالو. مشكله في الماتش غيتزعزع، غيزعزع الجمهور على قدو. زعما هادشي ما كيبانش ليكم نتوما. زعما المهم انايا غنسالي الماتش ديالي، غندوش، غنركب في الطوموبيل ديالي وغنمشي للدار عادي، ما كاينش المشكل. الجمهور موت وايلي، ماشي رجاوي اللي غيدير بحال هكا. الجمهور كيتقاتل عليكم، تقاتلوا حتى نتوما في التيران، ما خاسر والو، تقاتل في التيران اخويا. المدرب راه اللي ما بغيت نفهم انا الزرهوني علاش ما مدخلوش. مدخل لي الهبط اللي كيبقى يشطح لي انا تما في التيران، ما فهمتش، بقى يشطح والله حتى كيبقى يشطح، يبقى يقلب نسيته ماك ميسي. دخل لينا الزرهوني اللي في الوقيته اللي كنتي محتاج. الزرهوني اللي غيطلع شي واحد غيطلع اصاحبي، راه ما كاينش اللي كيشد كره، راه هو الوحيد اللي تيقصد الهبطه، راه تيقصد كيديوها ليه. الزرهوني كيبان لك على الاقل كيلعب وانت محتاج، هو مدخلو حتى الدقيقه 78. اش غيلعب؟ يسلم عليهم ويقول لهم الله يعاون. ومع ذلك الزرهوني عطى اللي عنده. حشومه وعيب وعار، والله الا حشومه وعيب وعار على هادشي اللي ولينا كنشوفوه في الرجاء. وحق الرب ولا كتضحكوا فينا العديان وكاك.
لا حول ولا قوه الا بالله. وداك الشيء اللي بغاو هما راه وصلوا ليه، وبسبابكم والله الا بسبابكم بالله. وما تقول لي لا تحكيم ولا زمر ولا هم يحزنون. التحكيم كان طوب، نتوما اللي كنتو زيرو وسالينا. يلا جيو اخوان شوفوا دابا العماري اللي المهم داكشي اللي قال راه متفق معاه فيه انا، وانا معصب وسمحوا لي على التعصاب هذا، حيت فعلا راه تمرض والله تتمرض بالرب. راه كنضيعوا معاهم الوقت ديالنا وكتبقى تتفرج وكتعصب وكتضيع الوقت ديالك. كاين اللي مسكين كيخلي الخدمه ديالو باش يتفرج في هذه الفرقه ديال الجدريال. قال لك غنجيب لكم النجوم، جيب لنا ببوش. اتقوا الله اتقوا الله. اجوا الاخوان شوفوا. اش بان لك في الرجاء؟ غادي نهضروا على الرجاء. واخا نهضروا على الرجاء قبل. فريق الرجاء البيضاوي هزيمه مع الاهلي 2-0. ما غنرجعوش للهزيمه لان الهزيمه مسببات ديالها كانت واضحه، اخطاء بدائيه لبعض اللاعبين، ويمكن الرجاء في عوض فاش كانت تكون هي اللي رابحه ولات هي اللي خاسره. كنا نكونوا رابحين ب2-0 ولينا خاسرين ب2-0. الاهلي تسناو الرجاء واللعابه الرجاء يغلطوا وماركوا علينا باغلاط ديالنا، وهادو هما الفرق الكبار. كنتسناك حتى تغلط ونماركي عليك. الرجاء كون ما داروش اغلاط بعض اللاعبين ما كانش غتخسر. ما هذا هو المشكل اللي عندنا. القيمه ديال اللاعب المغربي في بعض المقابلات كتبان لك في هاد لي ماتش ريفيرونس كتلعب هاد المقابلات. ولكن انا اللي ما عجبنيش مع البديه، حنا كنهضروا على الرجاء، سالينا الماتش نهار السبت كنطويو الصفحه ناخذوا الطياره كندخلوا كنتكونسونطراو الدعم وكذا وهذا. انا جاتني المعلومه على ان مدرب ديال الرجاء ملي جاو من مصر عطاهم يومين راحه. هذا بغى يسطيني، هذا بغى يحمقني. دابا اللعاب خاسر مع الاهلي، ياك خسر مع الاهلي وما داروش ماتش توب نيفو. داك الشيء جا قلتي لي سير خذ يومين باش اللي غيسبك يسبك، باش اللي غيمرضك يمرضك، باش اللي غادي يبقى عليك وكيفاش وعلاش وما درتيش تلقتيه لهكاك باش يمشي يمرض نفسيا وعاد تجيبو نتايا مهلوك. وخير دليل شفنا الفيديو ديال الهدهودي كيهضر مع العملود، قال لي وانا دابا العملود كيقول لي راه تقدروا تجيبوهم، هو يقول لي حتى لا صعيب. ملي صعيب بقى في الدار، علاش اش بغيتي تلعب معانا اخويا؟ الا انت غادي تجي تقول لنا صعيب وانت اللي غادي معولين عليك باش تربح، بقى في داركم. اش بغيتي؟ سير عطينا اتساع. عرفتي انا فاش قالوا لي خلوهم مشاو يومين ما تيقتش اصاحبي. فرعود فاش دخل كونسونطراسيون حيد عليا التليفون ندعموك ونجيبوا لك هذاك الشيء والالترا تمشيت عندك وندعمك تلقتي لي اللعابه يومين باش يدقدقوا مورالمون وعاد بغيتي تدخل. واش باقي غتعول عليهم؟ انت ديجا خصك تكون واجد فيزيكمون مونطالمون. تلقتيهم شنا تل هاد الفكر ولا هاد ما عرفتش انا زعما فاش كتشوف لعاب اللي هو خصو يكون محفز راسو، هو خصو يكون عارف راسو غيربح ويقول لك ان شاء الله غنضربوهم وعدنا. لا صعيب ما زعما والله لا. هذا هو اللي خالعني. اما الكره وداك الشيء الرجاء تقدر تربح الاهلي وتقدر تدوز، ولكن هذا الشيء ملي كتسمع هاد لي بتي ديتاي هما وقعت للرجاء. بقيتي عاقل في كورونا جابوهم الاربع ياخذوا الكوب ومن بعد كانوا عطاهم يومين كورونا. سيروا جيبوا كورونا، سيروا مرضوا، جات ضرباتهم الزمالك الي روتور وهنونا. ما فهمتش صاحبي والله ما فهمت. واش غنقول لك؟ بعدا انا كنظن بان انا تبعت كثير يعني شفنا يعني المباراه، شفنا من بعد المباراه وما فهمتش يعني. كنا كنتكلموا على شي حوايج ما عندها علاقه بالواقع ديال الماتش والواقع التقني. نتكلموا على اشياء خارج وبعيده على بحال اللعابه ما مخلصينش بحال كذا تل دابا الرئيس ما رجعش معاهم، اللعابه ما مخلصينش. ما كنناقشوش الامر اللي هو مهم اللي هو المشكل ديال الطاقم التقني. انا بالنسبه لي هادشي اللي كتعيشوا الرجاء سببه الطاقم التقني فشل في المهمه ديالو في الدوري الاحترافي. لان الرجاء هذه 4 سنين ولا 5 سنين اما تيتر اما هي مضاربه هي والوداد على البريمير بلاص دائما هي ودا، والجيش من بعد منهم. كتجي اليوم كتلقى الرجاء كلاسيه خمس هذاك ال50 وشوف واش يكملوا ال50 ولا ما يكملوش. بمعنى
هذا الطاقم التقني اشنو ضاف للرجاء على المستوى بعد الدوري الاحترافي؟ اول حاجه خرجتيهم من فشلتي في المنافسه على اللقب، فشلتي في تدوير اللاعبين، لان ما يمكنش انايا اليوم نجي حتى اليوم ونبغي نلعب النهيري، والنهيري راه خصو يكون على الاقل لاعب شويه. وليد صبار خصو يكون لاعب شويه. اللاعبين اللي عندك واحد ليفيكتيف خصني نعرف ندورو، لانني في اي وقت نحتاج منه اي واحد. كاين اصابات، كاين توقيف، كاين الصفراء، كاين الحمراء، كاين بزاف د الحوايج. ما يمكنش انا غنشد 11 ونبقى ديما نلعب هذوك ال 11 وندير تغيير واحد ولا هذا في التشكيله، ونهار نحتاج تكون اصابات وداك الشيء نلقى اللاعبين ما كاينينش، ما واجدينش، ما مترينينش، ما خايدينش ماتشات في رجليهم. هذا بالنسبه لي من الاشياء اللي خلات الرجاء يظهر بهذا المستوى، ان غاب مكعازي، غاب البدوي، ما لقيناش لاعبين اللي نعوضوهم مقدام كذلك، ما لقيناش لاعبين اللي نعوضوهم في المستوى. علاش؟ لان اللاعبين ما واخدش ماتشات في رجليهم، والمدرب ما عارفش كيفاش يتعامل مع المجموعه ديالو باش انه يدير واحد السياسه ديال التدوير اللي يخلي كل شيء لاعب، يخلي كل شيء عنده واحد طون جو في رجليه باش نهار نحتاجو نلقاه. عاد زيد يعني التفاصيل اللي كتحيط بالمباراه، شي لاعبين اللي لعبوا في تشكيله رسميه 5 ولا 6 الماتشات وما عطاو حتى شي اضافه، وكتلقاهم لاعبين. وواحد اللي عنده تجربه ولا اللي عنده جبتيه باش يعطيك اضافه بحال الزرهوني كتخليه حتى الدقيقه 70 ولا ما عرفتش، عاد كدير لي شونجمون باش يدخل باش يلعب في واحد التوقيت اللي الاهلي ضاغطين عليك ودايرين لك واحد البليسين كبير وما قادرش تخرج حتى الكره. ما لقيتيش لعاب واحد في التشكيله اللي قادر انه يشد الكره ويطومبوريزي اللعب ويخليك بشويه تلعب. كره وحده اللي دارت الرجاء لعبوها في الدوزيام ميطا وصلوا بها البوطو، ما عدا ذلك اما كيخرجوها كيعطيوها لا ديفونس سهله، اما انهم كيخرجوها للتوش، وهذا مشكل ديال الزرهوني والحافظي. الزرهوني والحافظي جبتيهم على تشامبيونز ليغ، كان عليك تستخدم عليهم وتوجدهم هذا الماتش ديال الكارفينال، ماشي هذا الماتش هذا جبتيهم بقيتي تخليهم عليهم باش يكونوا هما المفاتيح ديالك لا في البطوله لا في العصبه. علاش؟ لانهم اسماء وعندهم تجربه وعندهم امكانيات، خاصك توجدهم وتخليهم يلعبوا. ما يمكنش انا نجيب واحد والضغط تقالت عليه باش نجيبه ونخليه حتى دقيقه 70 وواحد عطيته 6 الماتشات ولا 5 الماتشات ما دارش كوره ما كيعرف يديفوندي، ما كيعرف. راه المشكل الرجاء كانوا في الاطراف ان علاش الاهلي كانوا كيمشيو، لان لا بوزوق لا هبطي ما كانوش كيديروا الرول ديالهم في الديفونس، ما كيديروا الرول قدام باش انهم يسونطريو، ما كيرجعوا باش يديفونديو، لان المعلول كان واقف بوحدو من السونطرا والهبطي واقف بعيد عليه، والخرجه ديال الهدو دي تماركا من البيت. يعني ما كاينش واحد التوازن في الخطوط وما كاينش واحد ستابيليتي في اللاعبين بحال. وزيد عليها مشكل اخر اللي هو مهم، هو النقير بين اللعابه. واش انا صاحبك لاعب معاك في الماتش كنت نقول عليا ونقول عليك راه تخرجني ولا نخرجك من الماتش؟ فينا هو نتقاتلوا على بعضياتنا والخساره انا وتجيبها انت ودير هادشي اللي كنتكلم انا. حيت بزاف كنسمع التعليق وما شفتش شي واحد كيهضر على المدرب. راه هادشي اللي كتعيشوا الرجاء سببه المدرب ما عرفش يخدم. غيقول لي اللعابه ما مخلصيش، غنقول لي ما مخلصيش. نهار عامين ما مخلصيش وجابوا بطوله وجابوا الاتحاد الافريقي وجابوا السوبر وما تخلصوش عامين وما تخلصوا حتى مع الاندلسي. المعلومه ديال اللعابه ما نعاودوا اللعابه ما مخلصينش راه كذا فاهم على هذه المعلومه بعدا ديال اللعابه ما مخلصينش. هذه معلومه غلطه، ان اللعابه لو صالير مخلصين، لي بريم مخلصين، لي بريم سيناتور دايرين، كاين اللي واخد كلها دايرين لو باريم ومقادين الامور. انتم غتاخذوا كذا غادي نديروا كذا، فاهمين على كل شيء. حتى لو باريم ديال لا كاليفيكاسيون متفقين عليه، انه ولاد زدنا غادي ناخذوا 10 قادين مشينا هنا غادي ناخذوا كذا. فهاد الهضره ديال اللعابه الفلوس ديال الرخاويه دي كذبه.